شبابيك البيت تبعي كلياته الديزاين والتصميم تبعه عبارة عن العلم الشركسي، صممته أنا، وباستمرار بعمل له صيانة وتنظيف ودهان لهاي الشبابيك، لأنه بتمثل العلم الجمهورية تبعت جمهورية الأديجة، فباستمرار لازم نحافظ عليه. وهذا البيت كمان عملته وحولته الطابق الفوقاني كاملة عبارة عن ميوزيوم، متحف للتراث وللتاريخ الشركسي. أنا عم بجمع هذا الأرشيف من أكثر من 30 سنة، وأنا أدمنت على هذا العمل. أرشفت تاريخ الشركس من مختلف اللغات بمختلف هذا عملي، وهذا أنا يعني أنا حابه هذا العمل، لأني أنا بلاقي فيه متعة. كل ما يتعلق بتاريخ الشركس بأماكن تواجدهم بمختلف اللغات، بالعربي، بالإنجليزي، بالتركي، بالروسي، بالشركسي. القصة طبعا اللي تناقلناها عن أجدادنا إنه لما هاجروا وتركوا القفقاز ووصلوا بعد عناء للوطن العربي، أول ما وصلوا شركس وصلوا عن طريق فلسطين، فأوتوماتيكيا شرحوا عن كنادرهم باعتبار إنها أراضي مقدسة وبصيرش يدوسوها بكنادرهم. وبعدين شيخ القافلة ما كان يجوا قوافل سمع الأطفال بيبكوا، فراح على الأمهات قال لهم ليش أولادكم بيبكوا؟ قالوا له بدهم يروح على تواليت. طب شو المشكلة؟ قال كيف نخليهم يفرفروا على الأراضي المقدسة؟ يعني بالنسبة لهم كان إشي هذا مقدس، يعني ركعوا وباسوا الأرض إنه هم وصلوا للأراضي المقدسة. فالشيخ قال لهم يا جماعة ولا يهمكم، خليهم يفرفروا على راحتهم، والحمد لله وصلنا بالسلامة. هذا إنسان عظيم كان، مصطفى حسن شركس. هو من شراكسة سوريا، اجى على الأردن وصار متعهد وبنى القصور الملكية، وبعدين قرر إنه كل ما ملك فيها الدنيا يحطها فيها الجامع. وحتى رحمة الله عليه بتذكر كيف يجي يأيس القبر، يجي عند خالة أبوي أم درويش، كانت خالة أبوي، ويقولها يا ام درويش اليوم مرتحتش من ورا راسي، تبهدلوا انه شو هالسيرة التعبانة. ويوم يجي يحكي لها يا ام درويش تحت ظهري ما ارتحت شوي، تبهدلوا. يوم اجى قال لها يا ام درويش الحمد لله ارتحت في القبر، بهدلته شوي. وبعدين غدته، كانت شاطرة بالطبخ، قعد بعد الغداء يقرا الجريدة وغفي ونام وتوفى. ميرا انت من بين كل بنات عماتي وبنات خواتي وبنات هالعيلة بجوز انت اكثر واحدة الك في هالتراث، كونك دربتي في نادي الجيل وغنيتي ورقصتي. فلو تحكينا شوي عن هالتاريخ هذا، كيف بلشتي وشو رأيك بهديك المرحلة وشو رأيك هلأ باللي قاعد بصير
في التراث والفلكلور تبعنا؟ أنا بتذكر أول مرة لما حمودة ابن عمك لما أخذنا على مهرجان جرش. وأخذنا على عرض فرقة نادي الجيل للفولكلور الشركسي. حلو. بتذكر لما شفته أول مرة العرض، يعني كنت كتير مبخوعة بجمال الفساتين وجمال الرقص وهالبنات اللي بحلقوا تحليق على المسرح والشباب وأواعيهم. ومن وقتها حطيت براسي إنه بدي أشترك بالفرقة، وبلشت أنق على أهلي شاركوني بالفرقة وشاركوني بالفرقة. الشركس في القديم قبل وصول الديانات التوحيدية لهم، الديانة المسيحية أولا ثم الديانة الإسلامية، كان عندهم عدة آلهة، وكان لهذه الآلهة مناسبات معينة برقصوا فيها تقربا لهذه الآلهة أو طلبا لشغل معين من هذه الآلهة. فكان الرقص الشركسي عبارة عن تعبد، وتطور مع الزمن إلى الدخول إلى المناسبات. أهم مناسبات اللي كانوا يرقصوا فيها الشركس هي الحرب، لأن الوداع عندهم قبل الحرب إلى الزوج إلى الأخ إلى الصديق، كانوا يودعوا بعض في الرقص ثم يذهبوا إلى الحرب، على أساس أنه إذا ما رجعوا على قلي كانت الذكرى قبل الحرب كتير حلوة. وكمان الانتقام، إذا كان في ناس مات أبوه أو أمه أو أهله بالحرب، كانت الصبية ترقص مع الشاب وترضى ترقص معاه على أساس أنه بس تروح على الحرب انتقم لي من موت جوزي أو انتقم لي من موت أخوي أو أبوي أو كذا. المشكلة بالقضية الشركسية إنه العالم كله ما بيعرف عنها. حتى إخوان لنا في منطقة الشرق الأوسط بالأردن في كثير ناس ما بيعرفوا شو يعني قضية شركسية. في كل العالم تعرف عن القضية الفلسطينية مثلا. الفلسطينيين بيطالبوا بحق عودة، في عندهم قضية انترناشونال كل العالم بيعرفوا عنها. نحن ما حدا بيعرف بقضيتنا بتاتا، إنه نحن 90% منا متهجرين. نحن بنعيش ب 52 دولة في العالم، فيعني عددنا 6 مليون كلنا مهجرين برا، وعندنا أرض أخذت منا ولسه ما رجعت، فما حدا بيعرف عنا ولا شيء. قد ما بنقدر إن نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا عشان عمرنا ما ننسى حالنا، عشان إذا يوم من الأيام صح لنا إن نكون انترناشونال كيس أو صارت الموضوع قضية دولية عالمية، نكون نحن عارفين حالنا ومحافظين على وجودنا ونقدر نرجع يوم من الأيام. مين بحب الفقرة تبع التعليم الشركسي؟ منيحة. تستفيدوا منها بابا؟ كلمات كمان؟ ايوه، زي ايش كلمات حافظ؟ سكر. شو؟ فشو. ايوه، شو كمان؟ أصلان أسد. ايوه. مقرصة تفاحة. بسه مي. بسه مي. شو متذكرة سارة؟ حكوم. بزو. يا ممتاز شاطرة. ممتاز، بزو عصفور. شو كمان بالنسبة لعائلتي يعني إنه غير شركسي لا تفكري إنك تتزوجي، يعني إن كان الشباب ولا البنات. وهذا اللي كان يخليني استنى لحتى يجيني فارس الأحلام الشركسي. وأكيد بالشاب أكيد في شركس، وبس نصيب أكيد فوق أي اعتبار يعني. بس إنه شركسي بالمرتبة الأولى لازم يكون شركسي. وبتمنى كمان إنه أولادي ما يفكروا غير هالتفكير هذا.
نفس الشيء أنا رأيي بموضوع الزواج، يعني قضية صحيح ممكن الناس يأخذها بمأخذ عنصري، أهل الشام بحب يتجوز من أهل الشام، في ناس الكراكية بين بعض بحب يتزوجوا، السلطي كل عشيرة كل عائلة، نفس الشيء. ما هذا لا يعتبر إذا الشركس بين بعض يتزوجوا وحاول يأخذ زوج. بكرة هذا كمان بورث لأبنائه كمان اللغة، بحافظ على اللغة، بحافظ على التراث. فهذا شيء مهم جدا إنه الاستمرارية هاي وما يتفتت وتتفتت الشتات العائلات الشركسية. لأنه أنا كشركسية مثلا إذا كنت آخذة غير ملتي ما بقدر أعلمه هالشغلات اللي أنا تعلمتها، العادات، التقاليد، اللغة، ما بقدر يعني بشكل مباشر، لأنه أنا فرد قدام مجتمع كامل مو شركسي. في إشي منهم لسه شوي محافظ، عنده مأخرين البروسيس الذوبان، بس البروسيس جاي مش راح يقدروا يوقفوا، ما لا حد بيقدر يوقفه. شوف شراكس مصر حكموا 300 400 سنة، وهلا بيحكي واحد بيعرف انه اصوله شركسية، بس ايش بيعرف عن هالشركسية هاي؟ It's just a memory، جينات في دمه. فانت قديش ممكن بتحافظي، لكن eventually لازم كنا ندرك هذا هو المستقبل. الا كان اللهم الناس رجعت للقفقاز وعاشت في هذه البيئة اللي إذا بدهم هم يحافظوا عليها زي ما هي، عندهم الخيار العودة. أظني كمية الحرية عند البنت الشركسية من مجتمعها ومن عاداتها وتقاليدها كمان بيعطيها ثقة في النفس. يعني أنت البنت كبنت شركسية حسب عادات والتقاليد هيك الحق تستقبل ضيوفك في بيتك بحرية بدون تأثير من أهل أو من إخوان أو من إيش لثقتهم فيك. هذا كمان بزيد شخصية البنت الشركسية، يعني بيعطيها الثقة في النفس انها في مجتمعها وفي بيئتها وكيف تتصرف، بيساعدها كثير لبناء شخصيتها. يعني صحيح هلا في موجة تدين وتطرف واللي هي قاعدة تقتحم المجتمع الأردني وكل المجتمعات في هذا، لكن الخابزة الشركسية كانت هي شبه الدين عند المجتمع الشركسي. يعني هي أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا وتصرفنا لازم نتبع الخابزة هاي، وهاي أهميتها وهاي قوتها أصلا. مزبوط. بعدين الشركس كانوا زمان يعني بالأزمنة الغابرة كانوا وثنيين، فكان الإشي اللي بيحكمهم كان اللادية خابزة. أديها هي الكلمة اللي بنستخدمها حتى نعرف عن حالنا. سس أديها، أديهبزة اللغة الشركسية. دينا سيما خادم جلا خاساش، ليزا ناشا جلا خيساش، خادر ينش داخش. هلأ في دراسة قامت قبل كم من سنة تحكي إنه فقط 17% من أطفال الشركس بتعلموا اللغة الشركسية. أوكي، وهذا بيعني إنه أغلبية أطفال الشركس ما عندهم اتصال مع اللغة الشركسية. يعني شخص مثلي بده يبذل جهد هائل حتى إنه يعطي أولاده شوية ثقافة وفولكلور شركسي، يعني عم بجدف عكس التيار.